كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ما عنده هدف، ما يصنع ربي بعقابنا بعذابنا، ما عنده هدف بعذابنا أبدا، وإنما يريد أن يرحمنا. ومن الرحمة أحيانا أن يؤدبنا، من الرحمة. وإلا أرجوك الآن أبو إذا لزم ابنه وضرب ابنه، تتصور يعني يريد ينتقم من ابنه؟ طبعا يريد يهذب ابنه. الأب يريد تهذيب الولد، ما يقسو على ابنه أبدا. فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. هل اللي عاد يجون علماء الكلام يقولون الله عز وجل يعلم بقبح الظلم، يعرف أن الظلم قبيح، طيب، ويعلم باستغنائه عن الظلم، يعرف أن غني، هو غني ما يحتاج إلى أن يظلم أبدا، هو يعرف أن الظلم قبيح ويعرف نفسه أن غني، إذن معناه لا يقدم على ظلم. فإذا صار ما يقدم على ظلم شنو عنده؟ عنده رحمة، ورحمته تسع البر والفاجر. حتى ورد أن الله عز وجل جعل الرحمة 10 أجزاء، جزء من الرحمة أنزله إلى الدنيا، بها يرحم الأب ابنه، والأخ أخاه، والولد أباه، بها يتراحمون، بها يعطف بعضهم على بعض. وادخر من رحمته 9 أضعاف ما وضعه في الدنيا علما ليوم القيامة. نسأل الله أن لا يحرمنا من رحمته. اتأمل الباري عز وجل هذه الرحمة التي وضع منها جزءا من 10 أجزاء بالدنيا، والباقي ادخر للآخرة. هذا غير ما عنده، لأنه يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب قد يضاعف لمن يشاء. فرحمة الله عز وجل، الله كتب على نفسه الرحمة. وإذا تريد تشوف شلون كتب على نفسه الرحمة، اتأمل، ارجع شوية احنا إنا بالدنيا، شوف انت سوي لك شوية إساءة ويا واحد، شوف شلون يحقد عليك، شلون يصبح كتلة من النار تريد تحرقك، لأنك انت يوم من الأيام خالفت برأي من الآراء، أو كلمت بكلمة شوية ما عجبته. إذا كلمت بكلمة، واحد قام العبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان يخطب على المنبر، وصار وقت الغروب إلى أن غابت الشمس، قام له واحد قال له أنت ما صليت، الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك، انت ظليت تحكي إلى أن غابت الشمس، ليش؟ قال له اللي تقوله هو صحيح، بس اضربوا عنقه، حطوا بالقاع. منو انت حتى تقوم تأمرني بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نبه لي. لاحظ شنو حقد الإنسان، لاحظ شنو مقدار ما يحمله الإنسان من تعدي ومن ظلم ومن حقد. فيقول له انت تمام، انا اؤمن بانك هذا اللي قلته صحيح وفاتتني الصلاة، لكن انت تجرأ، هي سهلة، تجرأ اكو اكثر من هاي، عشان الفت نظرك. فاليوم هارون الرشيد جابوا له ماء يشرب، لما جابوا له الماء ليشرب، واحد من القاعدين عادي، هذا كان قاعد، شمته. لما شمته يعني شنو؟ يعني قال له يرحمكم الله، ماكو او هنيئا، ماكو واحد يقول له واحد لما يعطش، هارون الرشيد شرب ماء وعطش، شمته هذا قال له يرحمكم الله. فمن طلع شاف الفضل وزير الرشيد متألم، والرشيد تمعر وجهه، قال له انا شنو سويت غلط؟ شو انا اشوف الرشيد تمعر وجهه وشفتك انت تغيرت، شنو الموضوع؟ قال له انت اصبت السنة واخطأت الادب. انت السنة صحيح، هي السنة ان واحد اذا عطش يقولوا له يرحمكم الله، انت اصبت السنة لكن اخطأت الادب. يعني شلون؟ قال له يعني مثلك انت ما عندك منزلة حتى تقول له يرحمكم الله، كون واحد الى منزلة اللي تتناسب وياه يلا يقول له يرحمكم الله. ترى موجودة، مو تصور انت، يعني ما جنحت شيء معلق بالهواء، الى الان يعيش هذا. قال له انت كأنه السنة والادب مفترقان. شوف الجرأة ايضا، يعني السنة ما تلاحظ الادب وانت تلاحظ الادب.
تأملوا، هذا خليفة من خلفاء المسلمين. فلما تتصور أن الإنسان بهاللون من الحقد يصير عنده هاللون من الحقد، شوف احنا نقعد من الصبح نبارز الله بالمعصية يوميا، من الصبح مثل ما يقول الدعاء: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فتلاحظ احنا دائما عندنا ناس يكفر بالله، يعترض على حكم الله، يعرض عن الله عز وجل، ومع ذلك تتصور الله قابله؟ قطع عنا أسباب الرحمة؟ أبدا. العافية وياه، والخير وياه، والعمر وياه، ويعطي كل شيء. أرجوك، أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وسعت رحمته كل شيء. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، يرحم عباده. ولذلك انت لا تطلب الرحمة إلا من الله عز وجل. حتى وضعها عند من يرحم، هي هبة من الله، هي هبة من